قضية كورمور، من المستهدف ولماذا؟ في 27 تشرين الثاني المنصرم تم استهداف حقل كورمور الغازي في هجوم كبير. هذا وكان حقل كورمور الغازي في إقليم كردستان قد تعرض بين عامي 22 و 25 ل 11 هجوما. وصفت وكالة الطاقة الدولية القرن ال21 بأنه العصر الذهبي للغاز، وهذا يعني أن القوى التي تمتلك سؤدد على الغاز قادرة على تغيير مصيرها ورسم مستقبلها. لهذا ينبغي التحقيق في هجوم كورمور بشكل موسع كقضية بالغة الأهمية. أين تكمن أهمية حقل كورمور الغازي؟ يمتلك إقليم كردستان 5 حقول غاز مهمة، هذا عدا المناطق الكردستانية الخارجة عن إدارة الإقليم والمشمولة بالمادة 140. ويعد حقل كورمور أعظم هذه الحقول وأكثرها إنتاجاً. يعزز مشروع التوسعة المعروف باسم KM 250 إنتاج الغاز الطبيعي في حقل كورمور بمقدار 865 مليون قدم مكعب في اليوم، مما يرفع إجمالي الإنتاج الكلي إلى جانب باقي حقول الغاز في إقليم كردستان إلى مليون قدم مكعب يوم. هذا المستوى من الإنتاج يجعل حقل كورمور واحدا من أكبر مشاريع الغاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضاهيا مشاريع مثل حقل خزان في عمان وحقل ظهر في مصر وحقل ليفياثان في البحر الأبيض المتوسط. ستحدث زيادة إنتاج غاز كورمور تغييرا جذريا في البنية الطاقوية في إقليم كردستان والحالة المستقبلية له بالنسبة للشرق الأوسط. من المستاء من غاز كردستان وكورمور؟ لهذا السبب تتابع الدول المستفيدة من الغاز وكذلك تلك المبتلى بفوبيا كردستان حقل كورمور وغاز كردستان بأهمية وعن كثر. والعراق إحدى تلك الدول التي ترى قدرات وإمكانيات الطاقة في إقليم كردستان التهديد الأخطر والأكبر له. ووفقا لبيانات منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية، ينتج إقليم كردستان طاقة يومية أكثر من العراق، وقد تفوقت كردستان على العراق في استخدام أحدث التقنيات والوسائل في إنتاج الغاز خلال السنوات 18 الماضية وحدها. وبدلا من شراء الغاز والكهرباء الكردي، يسعى النظام الشيعي في العراق إلى الاستيلاء على مصادر الدخل الكردية والاستيلاء على الغاز الكردي. إن توجيه داعش صوب كردستان وانتشار وتمركز حزب العمال الكردستاني PKK في كركوك وجرميان وشنغال من قبل إيران والعراق، والعداء المستمر للاتحاد الوطني الكردستاني تجاه أربيل والحرب الهجينة المتمثلة في قطع الرواتب والميزانية، ما هي سوى جزء من مخطط الاستيلاء على مقدرات الطاقة لكردستان. ما الملفت في توقيت الهجوم على كورمور؟ كانت هجمات كورمور مليئة بالدلالات والإشارات، منها أولا أجريت الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 تشرين الثاني. كانت الخطة العراقية في هذه الانتخابات تتمثل في سرقة أصوات الحزب الديمقراطي الكردستاني وإلحاق الخسارة به مقابل تقوية الاتحاد الوطني الكردستاني للحصول على وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان. لكن الخطة لم تنجح، فالاتحاد الوطني الذي أرادت الدولة العراقية استخدامه كحصان طروادة وكسب وزارة الداخلية ذات الأهمية الاستراتيجية له خسر العديد من الأصوات، واحتل الديمقراطي الكردستاني الصدارة وبات الحزب الأول بلا منافس. في 19 تشرين الثاني شارك القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط ميبس في دهوك. كان الأمر بمثابة وسيلة لتعزيز الوحدة الكردية، كما وأبرز الدور الاستراتيجي للديمقراطي الكردستاني في الساحة السياسية والدبلوماسية. ثالثا، في 26 تشرين الثاني أعلنت العراق انتهاء مهمة تحالف الدول بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. لم يكن الهجوم على كورمور بعد هذه الأحداث الثلاثة المهمة محض الصدفة، بل كان يهدف إلى تهديد إقليم كردستان وإعاقة تقدمه وتقويض كيانه. من نفذ هجوم كورمور؟ عندما ينظر المرء إلى كل هذه التطورات معا يتضح جليا من استهدف كورمور. استنكار وإدانة الدولة العراقية والقيادات الشيعية لهجمات كورمور ليست سوى مجرد تكتيك، موقفهم كاذب، فهم المسؤولون الرئيسيون عن هذا الهجوم. الميليشيات والفصائل المسلحة التابعة للنظام الشيعي في العراق هي من نفذت الهجوم، وقد حمل المبعوث الأمريكي للعراق مارك سافايا الفصائل المسلحة العراقية المسؤولية. ورغم هذا القدر من الوضوح، تحاول بعض وسائل الإعلام تغطيته بأخبار كهجوم تركي، هجوم تركماني،
فحتى لو هجمت القوات التركمانية فهي أيضا على غرار ريان الكلداني، قوات تابعة للحشد الشعبي. ما دور الاتحاد الوطني الكردستاني في الهجمات؟ منذ الستينيات القرن الماضي يتحرك الاتحاد الوطني في كنف الدولة العراقية ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبافل طالباني ينتهج السياسة نفسها ولكن بأسلوب أكثر خطورة. فخلال الحملات الانتخابية لانتخابات 11 تشرين الثاني هدد بافل قائلا: الغاز تحت سيطرتنا، سنخمده، سنقضي عليه وندمره. ونفذ حلفاؤه الاستراتيجيون أمره هذا وهاجموا قطاع الطاقة في كورمور. وفي عام 2012 أشار عضو الهيئة التأسيسية للاتحاد الوطني الكردستاني عادل مراد على رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي بقطع رواتب إقليم كردستان، فقال: اقطع الرواتب وسينتفض الناس ضد إدارة أربيل، وسوف ترون كيف سيرجع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الطريق. بينما يقول بافل طالباني الآن: اقطعوا الغاز وستنقطع الكهرباء وستستسلم أربيل لبغداد. وبهذه السياسة يطالب بمنصب رئاسة جمهورية العراق وبعض وزارات إقليم كردستان. نعم، يتموضع الاتحاد الوطني موضوعيا وذاتيا في جبهة القوى المستهدفة لحقل غاز كورمور، وتقف خلف الهجوم على حقل كورمور أيادي شيعة العراق وإيران وحلفائهم الاتحاد الوطني الكردستاني.